اهلا وسهلا البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو ربي تكونوا في احسن الحال وبصحه جيده وما خصكم حتى خير. مرحبا بكم البنات، فيديو جديد، فيديو زوين بزاف البنات. جبت لكم واحد الوصفه رائعه زوينه غتشكروني عليها. مقادير بسيطه يعني كتجي في واحد المذاق لذيذ، واحد الطعم رائع وبمكونات بسيطه من الدار ديالك. توجدي ألذ فطائر كيشبهوا البريوش زوينين. ممكن ديريهم مع الفطور، ممكن ديريهم مع الكوتي، ممكن ديريهم للدراري في المدرسه. دابا وقت الدخول المدرسي كنبغيو هكا ديروا للوليدات شي حاجه ولا. هاد الفطائر البنات زوينين، كيجي البنات هشيش وكيجي في المذاق رائع وزوين، وممكن تحتفظوا به في الثلاجه. كيجي فن روعه. هانتوما البنات شوفوا كي كيجي هشيش. شوفوا المذاق روعه يا البنات، بمكونات يعني غير زلافه ديال الطحين، زلافه وحده ديال الطحين البنات غدير لكم ألذ فطائر. غتحصلوا على هاد الفطائر اللذيذه. بقاو معايا البنات الا كنتو مهتمات، بقاو معايا اختي من الاول حتى الاخير باش تعرفوا الطريقه وتعرفوا المقادير والوصفه كيفاش درت لهاد الفطائر. بقاو معايا وبسم الله نبداو على بركه الله. كنحتاجها البنات زلافه ديال الدقيق بحال هكا ديال الفورص، وكاس تاع الحليب يكون دافي البنات ما يكونش بارد، دفيوه. وهنايا خميره ديال عفوا ماشي الحلوى، ديال الخبز ديك حبيبات ملعقه. وهنايا مبشور الحامض حامضه واحده، بيضه واحده. هنايا 2 معالق كبارين ديال السكر، يعني اختياري، بغيتو نتوما تنقصوا بغيتو تزيدوا على حسب داكشي اللي بغيتو في الذوق ديالكم واللي كيعجبكم. هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. وهنايا البنات كنحتاجوا نصف ساشي ديال خميره الحلوى ديك الحمراء، كتاخذوا منها النص. وندوزو على الطريقه بسم الله على بركه الله. كنفرش هذه، كناخذوا البنات البول ديالنا، كنديروا هاد الزلافه ديال الطحين كامله. الطحين ضروري البنات ما تغربلوه باش يجيكم زوين. وكنزيدوا هاد البيضه، كنزيدوا السكر سنيده، كنزيدوا يا البنات الخميره، يعني كنخلطوا كلشي حتى مبشور الحامض زيدوه كامل. يعني هذا المبشور الحامض البنات كيعطي واحد النكهه خاصه للفطائر ديالنا اللي غنصاوبوا اليوم. فطائر رائعه زوينه بزاف. وكنزيدوا ديك الخميره نصف كيس بهاد الحليب. ممكن يكفيكم كاس، ممكن قل على حسب الطحين ديالكم. الناس كنكبوا بهاد الطريقه وكنبقاو كنعجنوا. كنعجنوا يعني الطريقه العاديه. كنزيدوا البنات الزبده، كندخلوا البنات الزبده في هذا العجين ديالنا مزيان حتى كتنسجم. يعني هذه راه خرجتها غير من الثلاجه مع الحال سخون، راه غتذوب ما ذوبتهاش. بطبيعه الحال البنات تكون الزبده بنوعيه جيده باش تعطيكم داك المذاق اللذيذ في الفطائر ديالنا. البنات هي العجينه عجناها، ها كيفاش ولات. ها هو القوام ديالها البنات، تكون لينه يعني ما تكونش كتلصق بزاف في اليد وما تكونش قاصحه، تكون رطبه بحال هذا الشكل. هذا هو القوام ديالها. غادي نخليوها باش ترتاح تخمر تشد حقها في الخميره، ومن بعد نتلاقاو البنات باش نوريكم ألذ فطائر غتاكلوهم اليوم معايا. البنات هي العجينه ديالتنا خمرات. دابا كندوزو باش اننا نشكلوها كويرات. ممكن انكم نتوما تبسطوها وديروا لها الدلاك
وتقطعوها بقطاعه. ممكن ديروا بحال الطريقه اللي درت، راه بحال ليكم الاختيار. دير انايا كويرات صغيره بحال هذا الشكل البنات، بحال هكذا. البنات حنا شكلناهم كويرات كما كتشوفوا، ها هما هادو. غادي نخليوهم دابا يخمروا ومن بعد نتلاقاو باش نوريكم التتمه ديال الطريقه. بقاو معايا البنات. ها هما هادو خمروا ليا. دابا كناخذوا شويه ديال الدقيق مع كاس بحال هكا، كنديروه في وسط الدقيق صافي، وكتنزلوا عليهم بحال هذا الشكل. حتى كتكملوا الكميه كامله. البنات كنستعملوا المربى ديال الحلويات، كنعمروهم في الوسط بحال هذا الشكل. حاولوا البنات ديروا غير القياس ديال المربى مع الطيابه باش ما يتزلعش ليكم بحال هكا. هاد الفطائر البنات كيجيو لذاذ، كيجيو زوينين، كيجيو هشاش وزوينين في المذاق مع ديك النكهه ديال الحامض. يا سلام يا البنات، كيجيو رائعين. وهادو سراعين في التوجد البنات. دابا حنا عمرناهم، كتكونوا مسخنين الفران من قبل. دابا البنات ممكن ديروا البيضه او نسكافي، يعني كتخلطوهم وكديروهم على هاد الجوانب، ولا غير الحليب كديروهم على هاد الجوانب هادو. ولا انكم تدهنوها لكم الاختيار. انا غادي ندير ليها غير شويه ديال الحليب لان غندير ليها التزيين وصافي. ونتلاقاو البنات من بعد ما يطيبوا باش تشوفوا النتيجه الاخيره، تشوفوا التزيين وصافي. بنات شوفوا معايا النتيجه. هاد الفطائر البنات كيجيو لذاذ، كيجيو هشاشين، كيجيو فواحد المذاق رائع ديال السيترون. هاد الفطائر ممكن توجدوها في اخر لحظه، كيجيو زوينين، كيجيو غزالين بزاف. شوفوا النتيجه على عينيكم البنات، فني نقسم معكم وحيده. شوفوا يا البنات، شوفوا لذيذ. شوفوا تبارك الله. شوفوا كيجيو هاد الفطائر زوينين دايرين بحال البريوش، زوينين فنين. شوفوا كيهشاشه البنات، شوفوا الهشاشه رطبين، كيجيو فنين. ممكن تحتفظوا بهم في الثلاجه، ما كيخسروا ما والو. شوفوا فنين البنات. وصلنا على نهايه الفيديو. ما تنساونيش من لايك ديالكم ومن البارطاج وشي تعليق زوين بحالكم الغزالات. والبنات اللي مازال ما اشتركوش يشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل جديد. ومع السلامه، بصحتكم وراحتكم الفطائر.